كرة القدم مليئة بقصص النجاح وبقصص ديال بزاف الناس اللي دازوا من الحضيض الى القمة. كرة القدم كرياضة كلعبة وكمهنة خلات بزاف ديال الناس انهم يرتقيوا اجتماعيا، انهم يدخلوا في مصاف الاغنياء، انهم يكتسوا ثروات كبيرة جدا. ولكن كرة القدم عندها وجه مظلم وفيها قصص ديال بزاف الناس اللي للاسف العكس ديال هادشي كامل اللي ذكرنا. كرة القدم عامرة كذلك بقصص ديال الناس اللي لعبوا هاد اللعبة هذه وخدوها كمهنة باش يحسنوا المعيشة ديالهم، باش يرتقيوا اجتماعيا، باش يدوزوا من الفقر للغنى. ولكن للاسف في اخر المطاف كرة القدم هرساتهم عوض انها تعاونوا انهم يرتقيوا اجتماعيا. اليوم غنهضروا على قصة واحد من هاد الناس هادو اللي بداو كرة القدم وكلهم طموح انهم يديروا حتى هما مجد رياضي كبير، وانهم يديروا مسيرة رياضية كبيرة، وانهم يشدوا المجد من طرفيه، يعني يكونوا اغنياء وينجحوا رياضيا. ولكن للاسف ما قدرش يحقق هذا الشيء، وبالعكس يعني كرة القدم طمعته. اليوم غنهضروا على واحده من القصص اللي نقدروا نسميوها اقدار منكسره ديال الناس اللي رغم انهم عطاو داك الشيء كامل اللي عندهم لكره القدم، نقدروا كاع نقولوا انهم عطاو اكثر من داك الشيء اللي عندهم، ولكن في اخر المطاف كره القدم وعالم كره القدم والناس ديال كره القدم كانوا جاحدين جدا تجاه هاد الناس هادو وما عطاتهمش بالشكل اللي عطاوه. بطل القصه ديالنا اليوم كان بطل واحد الحدث مفصلي في تاريخ كره القدم. نقدروا نهضروا على ما قبل هذا الشخص وما بعد هذا الشخص في تاريخ كره القدم. كاين واحد القوله شهيره تتنسب لفابيو كابيلو كتقول بان ثلاثه الاشياء غيرت تاريخ كرة القدم: القانون ديال لورجو، ميلان ديال أريغو ساكي، والبارسا ديال بيب غوارديولا. واليوم بالحديث على هذا الشخص هذا نقدروا نقولوا بان كاين حدث رابع غير وجه كرة القدم وغير مجرى تاريخ هذه اللعبة هذه الى الابد. قبل هذا الحدث وقبل هذا الشخص هذا كانوا الفرق الصغار كيزاحموا الفرق الكبرى على امجد وارقى الكؤوس الاوروبيه. قبل هذا الشخص هذا كان فريق مهتم بالتكوين يقدر انه يسيطر على اوروبا لسنوات طويله. قبل هذا الشخص هذا كانوا النجوم متفرقين في الانديه، وكل نادي كتلقى فيه واحد النجم كيشكل الواجهه ديال هذا النادي هذا رياضيا واعلاميا واللي بغيتي. ولكن في نفس الوقت قبل هذا الحدث هذا وقبل هذا الشخص هذا كانت الانديه كتتحكم في الرقاب ديال اللعابه، وكان اللاعب مجرد رقم في الكشوفات ديال الفريق ديالو. قبل هذا اللعاب هذا وقبل هذا الحدث هذا كانوا الانديه تعطيو صاليرات صغار للعابه، والا ما كنتيش نجم كبير بحال مارادونا ما تحلمش انك تاخذ صالير كبير في الفريق ديالك. قبل هذا اللاعب هذا وقبل هذا الحدث هذا بزاف ديال اللعابه داروا مسيره رياضيه كبيره بزاف، ولكن ما داروش ثروه كما اليوم. بطل القصه ديالنا اليوم هو جون مارك بوسمان اللي بالفضل ديالو تسنى ما يعرف بقانون بوسمان اللي غير وجه كره القدم وخلى بزاف الانديه تدوز الى مرحله اخرى في السطوه ديالها على كره القدم العالميه، وخلى بزاف الانديه تراجع بزاف والمستوى ديالها يطيح بزاف. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هادشي هذا خصنا بعدا نعرفوا شكون هو هذا بوسمان هذا. جون مارك بوسمان لاعب بلجيكي تزاد سنه 1964 في لياج بلجيكا، وبدا المسيره الكرويه ديالو في فريق ستوندار دو لياج اللي تدرج في الفئات السنيه ديالو، وصل للفريق ديال الكبار ولعب معاهم 5 سنوات من 1983 حتى 1988 قبل ما يمشي للفريق المجاور اللي هو اف سي رويال دو لياج، ولعب معاهم عامين من 88 حتى 1990. بوسمان كان تيلعب كصانع العاب، وفي هذه المده كامله اللي لعب في الفراقي ديال المدينه ديالو كان لعب على قد الحال، يعني نقدروا نقولوا فوق المتوسط بشويه، واخا كان صانع العاب ماشي بداك المستوى ديال انزو شيفو ولا ديال كيفين دو بروين ولا ايدين هازار. لعاب بلجيكي على قد الحال اللي مرات يلعب مرات يجلس في الاحتياط، وحتى في المنتخب ديال بلجيكا يلاه لعب مع الفئات السنيه توصل فقط للامل، ومع عمر لعب مع المنتخب الاول. 1990 غتكون سنه مفصليه في التاريخ ديال بوسمان، وغتكون سنه لها ما بعدها في التاريخ ديال كره القدم. هذا العام هذا غادي يسالي العقد ديالو مع اف سي رويال دو لياج، وغادي يبغي ينتقل لفريق اخر، وبما انه ما لقاش شي فريق في بلجيكا قرر انه يلعب واحد الفرقه صغيره في فرنسا سميتها دانكيرك، وكان قريب جدا انه يوقع العقد مع هذا الفريق هذا. ولكن الفريق البلجيكي كان عنده راي اخر، لانه طلب للفريق الفرنسي واحد المبلغ كبير شويه باش انه يخلي اللعاب يلعب معاهم. بوسمان ما تقبلش هادشي واعتبره واحد النوع من العبوديه، لان العقد ديالو مع هذا الفريق هذا سهله، وهاد الناس هادو داروا معاه واحد شويه الابتزاز، يعني قالوا له الا بغيتي تجدد العقد ديالك خصك تنزل الصالير ديالك ب 75%، اي انهم ما خلاوش يمشي يقلب على راسو شي بلاصه اخرى، واكثر من ذلك طلبوا واحد المبلغ خيالي لاي فريق باغي يتعاقد معاه. هادشي اللي غادي يخلي بوسمان انه يدعي الفرقه ديالو ويدعي الاتحاد الاوروبي، وغيدخل معاهم في واحد المحاكمه ماراطونيه غتستمر ل5 سنوات. ونهار 15 ديسمبر 1995 بعد محاكمه ماراطونيه وبعد طلع وهبط في المحكمه، بوسمان غادي يربح القضيه ديالو، وبحكمه العدل الاوروبيه غتصدر واحد القرار لصالح بوسمان، هو القرار اللي غير تاريخ كره القدم ووجه كره القدم الى الابد. الدعوه ديال بوسمان تبنات على جوج الحوايج. شاف بان السياسه ديال الانديه ديال كره القدم والقوانين ديال الاتحاد الاوروبي لكره القدم غاده ضد البوند 48 معاهده روما اللي كتخول ما يسمى بلا ليبر سيركولاسيون، اي حق التنقل لجميع العمال داخل الاراضي ديال الاتحاد الاوروبي. من جهه ثانيه شاف بان الكوطه اللي كيفرضها الاتحاد الاوروبي على الانديه المتمثله
متمثله في 3 لاعبين اجانب في كل فريق، حتى هي غاده ضد هذا البند المهم جدا في معاهده روما. والمحكمه حكمت بالغاء هذه القوانين هذو، الشيء اللي خلى اللعابه انهم بعد اولا يتحرروا من السلطه ديال الانديه ديالهم، يعني انه بمجرد ما كيسالي العقد ديال اللاعب تيولي حر من حقه انه يتفاوض مع اي فريق بغى بدون ما انه يخلص شي تعويض للفريق السابق ديالو. والانديه الاوروبيه حتى هي ولا من حقها انها تدخل قد ما بغات من اللعابه في الفروق ديالها بشرط يكون عندهم دي باسبور اوروبي، يعني بشرط انهم يكونوا مواطنين ديال الاتحاد الاوروبي. هذا القانون هذا كان تطور في كره القدم وغير الوجه ديال هذه اللعبه هذه الى الابد كما ذكرت سابقا، وسمح للانديه الغنيه والقويه انها تفرض السيطره ديالها على كره القدم الاوروبيه وعلى جميع المسابقات الاوروبيه. من ذاك الوقت اي فريق عنده شويه الفلوس كيقدر انه يشري قد ما بغى من اللعابه. بفضل هذا القانون مثلا فريق بحال ريال مدريد تمكن انه يجمع جميع النجوم ديال العالم ويشكل ما يسمى بلي جالاكتيكوس في الولايه الاولى ديال فلورنتينو بيريز بدايه الالفيه. فريق بحال برشلونه قدر انه يرجع للامجاد بعد ما كان كيعيش واحد النوع ديال لا شوت ليبر، قدر انه حتى هو يجمع بزاف ديال النجوم ويصنع بهم مجد كبير جدا. فرق اخرى بحال بايرن ميونخ بحال مانشستر يونايتد بحال تشيلسي قدرت انها تكون فرق مدججه بالنجوم وقدرت انها تولي رقم 9 في معادله كره القدم الاوروبيه. وعلى النقيض من ذلك فرق مرجعيه وتاريخيه مثلا بحال اجاكس امستردام تراجعت بزاف لان المجد ديالها كان مبني على التكوين. ومورا هذا القانون هذا ملي تيبان شي لعاب زوين تيشريوه الفرق الغنيه بلا ما يخليو الاجاكس الوقت انها تكون فريق قوي تنافس به الكبار في اوروبا. قبل هذا القانون هذا كانت فرق ديال اوروبا الشرقيه مره كتخلق الحدث، بحال مثلا فريق شيوا بوخارست اللي قدر انه يربح كاس الانديه البطله سنه 1986، بحال مثلا فريق بارتيزان بلغراد اللي قدر حتى يربح كاس الانديه البطله سنه 1991، بحال دينامو كييف الاوكراني اللي ربح كاس الاتحاد الاوروبي في الثمانينات. قبل بوسمان كانوا فرق صغار بحال مالمو السويدي ولا مثلا استون فيلا الانجليزي ولا نوتنغهام فورست تيقدروا انهم يلعبوا تشامبيونز ليغ ولا كاع يربحوا هذا اللقب الكبير هذا. ولكن بعد هذا القانون هذا ولات السطوه للكبار ومره في شحال تيقدر فريق انه يزاحم هذا الكبار هادو. وحاليا غتكون معجزه ان فريق صغير مثلا قادم من اوروبا الشرقيه ولا من دوري صغير ولا ماشي غني ويجي يربح تشامبيونز ليغ مثلا. التاثير الاخر ديال قانون بوسمان وهو تاثير ايجابي هذه المره كان على اللعابه اللي بفضل هذا القانون هذا قدروا انه يكدسوا ثروات كبيره جدا، حيت بمجرد ما الانديه ولا من حقها انها تشري اي لاعب بغات ارتفعت الاثمنه ديال الصفقات ووصلوا لصالير الارقام فلكيه وقدروا اللعابه انهم يوليو من اغنى الرياضيين في العالم. ملي كتسمع بان بوسمان قاد هذه المعركه هذه وربح هذه المعركه هذه فالطبيعي انك غتقول بانه حتى هو استفاد بحال هاد الناس هادو كاملين، ولكن للاسف الواقع اللي كيعيشوا بوسمان يقول عكس ذلك. الحقيقه المؤلمه هي ان كلشي تخلى على بوسمان مورا هذه المعركه هذه. الانديه والاتحاد الاوروبي ولو كيشوفوه شخص غير مرغوب فيه، وهذا طبيعي لان غير ميزان القوه في المنظومه ديال كره القدم ونقدروا نقولوا بين قوسين انه بحال الا ضصر عليهم اللعابه ولي زاجون ديالهم. ثم ما ننسوش بان هذا الشخص هذا ضيع 50 في العمر ديالو في هذه المعركه هذه، وفي هذه 50 هذه كان في الشوماج لان الفرقه ديالو ما بغاش تخلي انه يمشي يلعب في اي فريق اخر، وبقى كيتسنى الحكم النهائي ديال المحكمه باش يعرف راسو من رجليه. وبما ان العمر الرياضي ديال لاعب كره القدم قصير بزاف فبوسمان دوز افضل السنوات ديالو في رداءات المحاكم يعوض انه يدوزها في الملاعب. صحيح انه خدا تعويض كبير شويه في ذاك الوقت نوعا ما حيت المحكمه حكمت ليه بمليون دولار كتعويض، ولكن ما خداش هذا المبلغ كامل لانه خلص الضرائب ديالو بعد على هذا المبلغ هذا. بما انه مبلغ كبير فمبلغ الضرائب حتى هو غيكون كبير، زيد عليه الاتعاب ديال المحامي وزيد عليه واحد نمط العيش اللي ماشي تالي لان السيد غير بمجرد انه شد ديك البركه بدا تيشتت الفلوس يمينا ويسارا، الشيء اللي خلاه انه يطب فلوسه كاملين في واحد الوقت قصير جدا. وهنا غادي يصطدم بالواقع. مورا هادشي هذا يدخل في واحد النفق مظلم ديال الادمان على الكحول، ديال العنف المنزلي ضد الزوجه ديالو، ديال البطاله، ديال الاكتئاب، مجموعه من الحوايج اللي هرست هذا الشخص هذا واللي تلات به الوقت باش يولي عالة على المجتمع ويعيش بالاعانات اللي كتعطيها الدوله البلجيكيه. تخيل ان هذا الشخص هذا اللي خلى مثلا رونالدو ولا نيمار ولا ميسي يوليو مليونيرات كبار كيعيش دابا بواحد الاعانه ديال الدوله ما كتفوتش 700 اورو. تخيل ان هذا اللعاب اللي عاون هاد الفرق كاملين وهاد اللعابه كاملين انهم يجمعوا ثروه كبيره تلات به الوقت باش يتسنى اعانات من لعابه اخرين بحال مثلا فان بوميل اللي تيعاونوا مره بالاضافه للعابه اخرين اللي كل مره تيعاونوا شويه باش انه يتكافى مع الوقت. قصه جو مارك بوسمان تستحق اننا ندخلوها في ما يسمى بالاقدار المنكسره. هذا السيد دابا على اعتاب 60 من العمر ديالو، كان لاعب محترف، كان بالامكان انه يدير علاش رجع من الرياضه ديالو اللي ولات مهنه ديالو، كان بالامكان انه حتى هو يعيش في بحبوحه العيش بحال جميع اللعابه السابقين، كان بالامكان انه يخرج ولو بقهوه صغيره ويكون عنده واحد المدخول صغير يكفي ليه الكرامه ديالو ويهنيه من انه يمد يديه للناس باش انهم يعطوه شي حاجه. ولكن هذا السيد هذا دار واحد الاختيار صعيب بزاف في الحياه ديالو، اختار انه يتحارب مع واحد الاله عملاقه كطحن اي واحد كيجي في طريقه، اختار انه يخوض واحد المعركه اللي سماها هو معركه داوود وجالوت. وفي اخر المطاف رغم انه ربح المعركه ديالو ضد هذه الاله اللي ما كترحمش الا انه خسر الحرب، حيت خسر المسيره ديالو كلاعب، ربما ما بعد المسيره ديالو كاطار تقني ولا كمدرب ولا حتى كمحلل صغير تيهضر على كره القدم، وتلات به ليا كانسان منبوذ في
المجتمع ديالو، وكشخص نساه كلشي بما فيهم هاد الناس هادو اللي كان هو السبب في الثراء ديالهم وفي النعيم اللي عايشين فيه.